في لحظة كنت فاكر إنهم سندك لكنهم خذلوك. مش غرب، لا، أقرب الناس، طعنة في القلب، وجع ما يتوصفش، تحسك لوحدك ومكسور. بس عايزة أقولك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذل قبلك، واتخذل من أعز الناس عليه. تعالى شوف ازاي، وازاي خرج أقوى. كان في الطايف رايح يدور على مأوى للدعوة بعد ما مكة رفضته وأذته، لكنه واجه في الطائف أسوأ مما كان يتصور. رؤساء الطائف سخروا منه، والناس رمته بالحجارة. دمائه الطاهرة سالت، رجليه اتغرقت دم، وقلوبهم ما رقتش ولا حتى احترموا غربته أو نبوته. خذلوه وهو بيطلب منهم بس يسمعوا. ولما خرج وقف وحده ورفع راسه للسماء: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. تخيل كل اللي شافه وكل القهر، وقال بس: رضاك يا رب. حتى الملك اللي جه يعرض يطبق عليهم الجبل رفض وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. الخذلان ما كسروش، خلاه أحن وأقوى وأقرب لربه. عارف لما تتخذل ده مش نهاية، ده باب يقربك من ربنا، باب يخليك تنضج وتعرف مين الحقيقي ومين لأ. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذل لكن عمره ما وقف، رجع من الطائف أقوى، وبعدها جاله الإسراء والمعراج. كل خذلان ممكن يكون بداية لفتح من الله لو صدقت معاه. اوعى تكسر، قوم زي النبي وقول من قلبك: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لو حسيت يوم إنك اتخذلت، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم. اشترك في قناة نور من مكة، وخليك دايما أقرب لنور الحبيب صلى الله عليه وسلم.